اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده كده نصور عند البط بتاعنا والكتاكيت البزراميط. إيه يا رب، ربنا المعوض باذن الله. انا جيت افتح عليهم كده زي العاده كل يوم الصبح. اتفاجئت يا جماعه بالحاجه الوحشه دي. بصوا كده معايا، بصوا انا لقيت دول، بس انا حطيتهم في جنب كده على ما اجيب الموبايل. بصوا يا جماعه، بصوا، ولا حاجة واكلاهم ولا أي حاجة، لأن العشة مقفولة، وأنا يعني الحمد لله مثبتة عليها كويس أوي، ولا في أثر إن أي حاجة أكلاهم ولا أي حاجة. تمام أهو، هوريها لكم بس إن هي مفيهاش أي حاجة واكلاها، بس لقيتهم ميتين كده. وكان قبل كده يعني ما كانش في أثر إن حاجة تعبانة ولا أي حاجة. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. طبعا أنا هنهضهم. أعمل إيه؟ حطيت لهم في الميه رافع مناعه، ده اللي اقدر اعمله. رحت للبيطري وجبت رافع مناعه. تمام، ارفع مناعتهم شويه. شوفوا حتى في كمان، بصوا هو تقريبا في واحد تاني بيموت هناك اهو، واحد تاني جنبه واقف كاشش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الباقيين الى حد ما، بس يعني الله اعلم بيهم، يعني هيكملوا ولا هيتعادوا كمان ويروحوا. الله المستعان يا رب. لو حد يعرف يا جماعه انا ممكن احط لهم ايه، يعني يخليهم يعدوا الحاجه ديت، يقول لي في التعليقات ان شاء الله. انا مش عارفه بصراحه، هو ده تعب عندهم ولا دي شوطه ولا ايه بصراحه، بس اكيد دي في حاجه غلط يعني. ده مش مثلا ممكن تكون كوكسيديا ولا اسهالات اللي تعمل فيهم كده، تاني يوم الاقي 3 ميتين واتنين بيموتوا. مش عارفه يعني، بس دي حاجه مش طبيعيه كده. بس انا هعمل اللي عليا، وان شاء الله الباقي على ربنا، وربنا يعوض علينا جميعا يا جماعه. هحط لهم في الميه، قلنا رفع مناعه، انا حطيت لهم فعلا. استمر كده 3 ايام ورا بعض، واحط لهم برضو دواء للكوكسيديا، تكون كوكسيديا. بس انا ما حصلهمش كده لما نقلتهم من البوكس، يعني انا جبتهم من البوكس حطيتهم على الارض كده. فمش عارفه، ممكن يكون ان هما اتنقلوا من البوكس للارض فتعبوا. مش عارفه، مش عارفه بصراحه. يعني حاجه تحزن لما الحاجه تكلفي عليها وتلاقيها في الاخر بالمنظر ده. ما تكلفي على الحاجه وفي الاخر تبقى بالمنظر ده، اكيد طبعا يا جماعه بتصعب عليكم. بس اللي نقدر عليه نقول قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله خير، الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. طبعا انا طلعت بقيه الطيور بره في الشمس كده، ولعل خير برضه. وحط لهم طبعا الطيور الكبيره، حط لهم رافع مناعه، ونتوكل على الله، وربنا يرزقنا رزق حلال طيب جميعا يا رب، احنا وامه المسلمين. حتى الثلاث بطات مش زي عادتهم، يعني ياكلوا ويشبعوا كده ويلعبوا، لا. ده البط يا جماعه. الفيديو ده بتاعه ان شاء الله لسه هينزل. انا كان عندي 13 بطه، وسبت الثلاثه دول وبعت الباقيين. كويس ان انا بعت الباقيين، الحمد لله. بعت ال10 بطات، وكان عندي فراخ بلدي تانية برضه صغيره بعتهم، ودول كنت عايزه اخدهم كمان، بس قلت لا، اخليهم دول لما يكبروا شويه يمكن نسيبهم سلاله عندنا ولا حاجه، لان انا ما عنديش فراخ بزراميط من دي. بس الحمد لله. انا هجيب دلوقتي بصل كمان واقطعه لهم برضه، احط لهم شويه اكل واقطع لهم بصل عليهم، وان شاء الله خير باذنك يا رب. ايوه، دي الطيور بقى انا طلعتها بره في الشمس كده، ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله باذن الله. عشان لو في حاجه كده، الشمس برضو حلوه يا جماعه. وبرضو هحط لهم رافع مناعه، احط لهم رافع مناعه ان شاء الله برضو، ونقطع لهم بصل وثوم برضو كده. البصل والثوم برضو مضاد حيوي طبيعي. ربنا يستر علينا جميعا يا جماعه، والله الحاجه دي بتبقى فعلا يعني تحزن، انك تربي وتتعبي وفي الاخر. يلا الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. قدر الله ما شاء فعل. ربنا يجعل العوض في حاجة تانية بإذن الله، ربنا يعوضنا خير، ربنا يعوضنا خير بإذن الله.
متنسوش يا جماعة تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة يعني. ربنا يبارك فيك يا رب.